شاء الله في برنامجه. بنرحب بيك يا استاذ عبد الرحمن. لا، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مستمعيك وبشكرك يعني على المقدمة المحترمة دي، يعني أشكرك جدا. ربنا يخليك. بداية جديدة في الإعلام ليك ملعب العاصمة، يعني شايف إن البداية دي إزاي؟ وأنت يعني إيه حساباتك ليها، خاصة إن أنت كتبت حاجة عجباني قوي، إن أنت وعدت الناس إن أنت هتكون مختلف ومش مكرر زي البرامج التانية. والله يعني على إن الواحد لو مش مختلف يبقى ملهاش لازمة الفترة دي دلوقتي، لأن طبعا أنت عارف البرامج موجودة بكثافة دلوقتي. وحاولت يعني عملت كده محاولة إن أنا يكون في شوية اختلاف، يعني أخلي الناس ما تزهقش برضو من نفس تكرار الأخبار والملل أنت عارف أغلب البرامج كلها بتعمل أخبار في مداخلات في أخبار في مداخلات في أخبار في مداخلات. فأنا بحاول إن أنا أكسر الروتين ده، إن أنا أخلي الناس تشوف حاجة مختلفة شوية على الشاشة، تشوف فيديو ما شافتوش، تشوف صورة ما شافتهاش، تشوف حاجة على الفيسبوك او تويتر كده ما شافتهاش قبل كده، تشوف معلومه مفيده في الكوره. فاهم قصدي؟ يعني هي دي متهيألي هي دي اللي انا بهدف له النهارده. فيعني حاولت ان انا اعمل كده. النهارده كانت اول حلقه وان شاء الله يعني تبقى بدايه. طبعا هو اصلا انا مجال الاعلام ده مجالي اساسا، يعني انا في البدايه كنت موجود في اكثر من قناه، يعني كنت موجود يمكن القناه رقم 5 ان انا اشتغل فيها، كنت في الفضائيه المصريه وفي الحياه وفي ميلودي سبورت وفي مودرن من قبلها. فيعني دي تجربه جديده. انا حاسس ان شاشه القاهره والناس شاشه نظيفه ومحترمه ونقيه وسايبه انطباع كويس عند الناس، وده اللي شجعني على الخط اول ما حد فتح معايا الموضوع يعني. ده حاجة يعني تشرف إن الإعلام المصري بدأ يعتمد على أخيرا على المواهب الشابة اللي احنا بننادي بيها من سنين، نفسنا نشوف والله دي وجوه نقطة جديدة. مهمة، دي نقطة مهمة وكمان يعني طبعا دي بتعتمد على إدارة القنوات. يعني أنا عشان كده أنا برضو بحيي الصراحة إدارة القاهرة والناس إنها بتحاول إنها تتجه الاتجاه ده وده اتجاهها. يعني أنا متهيألي إن المستقبل ليه في الآخر يعني. دي حاجة كبيرة جدا عبد الرحمن. طبعا انت كإعلامي مارست يعني مع إعلاميين كبار وتخطيت حدود كثيرة، وكنت مراسل مودرن، وكنت اشتغلت زي ما قلت في 5 قنوات، ودي حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة كبيرة. عبد الرحمن مجدي، يعني شايف ان الإعلام الرياضي ماشي في المسار السليم، ولا أداؤه أصبح خرج عن النطاق الرياضي واتجه لنطاق آخر؟ والله يعني انا طبعا الواحد اقل من ان هو يتكلم على ناس برضه بقالها في الاعلام سنين طويله، بس انا شخصيا في حاجات انا ضدها واعتقد ان انا عمري ما هاجي ناحيتها يعني في المستقبل. هي مثلا ان انا اتكلم فيما يخص بالسياسه في البرامج الرياضيه مثلا. انا ان شاء الله مش ناوي ان انا اعمل كده، لان انا الحاجه الوحيده اللي باخدها على الناس دي يعني سواء بقى الاعلام ده مش عارف بيصير فتنه مش بيصير فتنه، طبعا كل ده حاجات الناس هي اللي تحكم عليها. لكن انا ضد ان انا افتح برنامج رياضي او ان حد يفتح البرنامج بتاعي ونفسه ان هو يتفرج على حاجه مختلفه في الرياضه، فيلاقيني انا برضه بفرم في التحرير ومش التحرير ومش عارف ايه. انا شايف ان ده غلط، لان طبعا يعني اللي بيفتح برنامج رياضي ده راجل عايز يسمع رياضه او عايز يتفرج على رياضه. لو ما كانش عايز يتفرج على رياضه وكان عايز يتفرج على سياسه، فاكيد مش هيجيبني انا عشان اتفرج على سياسه، ولا هيجيب راجل رياضي يتفرج على سياسه. يجيب محمود سعد، يجيب عمرو اديب، يجيب الناس دي، الأساتذتنا هي دي بقى الكبار الناس دول. تتفرج عليها. بالظبط، يعني يجيب الناس اللي هي متخصصه. لكن انا ضد فكره ان انا افتح برنامج رياضه على قناه رياضيه الاقي اتفرج بيتكلم على السياسه. طب اما لما عاوز اتنفس واحد لمده 10 دقائق عن السياسه اعمل ايه طيب؟ لو هي موجوده في كل حاجه. فطبعا دي حاجه اللي انا يعني دي الحاجه اللي انا نفسي انها تختفي يعني. يعني انا شخصيا ان شاء الله ناوي ان انا اطبق ده يعني. بنشكرك جدا على هذه المداخلة، وبنتمنى لك ان شاء الله برنامج رائع. على فكرة يعني الاستاذ عبد الرحمن مجدي انا باخده من الشباب اللي هي قدوة ليا انا شخصيا، لانه شباب انا قدر بشكرك ده كتير يعني يدي وجهة نظر جديدة ان الاعلام الشباب ممكن في يوم من الايام يكون حاجة. بنشكرك جدا. العفو. وبعد لك دي تاني مداخله لا معاك وانا حاسس ان انت برنامجك اختلف من المداخله الاولى للثانيه، وان شاء الله يختلف تاني للافضل والافضل ويكون ليك مستمعين كتير جدا ان باذن شاء الله. الله. بشكرك جدا يا استاذ عبد الرحمن مجدي، حاجة يعني فخر لا ادعيه انما هو ما قاله. استاذ عبد الرحمن مجدي بنشكره جدا.